ونبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. اليوم بديت وياكم من الاسبيناغ. اليوم جبت كمية من الاسبيناغ وفرزتها، ثرمتها وبعدين اسلقها وافرزها. هسه اشوفكم الطريقة. هنا بديت اثرم واكمله وبعدين اغسله افد يعني ماعون كبير، اغسله وانشفه بالسلال. هنا كنت جاي اسوي الغدا، كمل الثرم وسويت الغدا. هنا مرقة الشجر كنت مسوية، وهذا السبيناخ خليته بهذا القدر الكبير على النار وذبل هاي هيك الطريقة، يذبل هيك. هسه راح اطفي عليه. وهنا همين التمن يعني بنفس الوقت كنت اسوي اثرم واسوي غدا، قلت حتى اكمل. وهنا هذا غدانة هالدار، هذا التمن. وهنا هاي المرقة مخليتها على الماكينة تتهدر. اطيب مرقة على هاي الماكينة، فالطعم يصير بيه جنن. يعني كم يعني 440 على النار، واخليه على هاي الماكينة يخبل، يطلع طعم المرقة فالطيب ومتهدرة كلش كلش، شكله حلو وطيب. وهاي مرقة الشجر ويا الحمص واللحم، كلش طيبة وياها الحمص. ومن بعد الغدا اكيد الماعين، وراح ابدا اغسل وياكم الماعين. هنا بديت اغسل السينك على مود اشطف القلاصات بالبداية، يعني اغسل القلاصات وبعدين الفرفور الماعين وبعدين القدورة وهيك شي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات اكثروا من الصلاة على محمد وآل محمد، تريح القلوب، تنور الوجه. وانتي تشتغلين تغسلين الماعين، كثري من الصلوات والاستغفار. استغفر الله ربي اتوب اليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. منا لما تخلصين الماعين، اكيد الماعين هي كل ساعة وهواية، فواحد يستغرق هذا الوقت احسن ما ساكت يعني، حتى الشغل بسرعة يخلص. الله ينور طريقنا ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم العافية والامان والرزق والستر يا الله. هنا بديت اغسل بالماعين. بنات هسه تقولوا لي يعني بعد وقت السبيناخ من هسه فرستي، يعني بعده موجود بالسوق صحيح، بس هو هسه الوقت مالته يعني هسه وقته احسن للتفريز، لانه هسه غرو، يعني احنا نقول عليه غرو، وما بيه عضود هاي الطوال بس الاوراق. فهسه وقت التفريز مالته يجنن. شلون البامية اول ما تنزل ناعمة وطيبة، بعدين بالاخير تصير خشنة، احنا نصح لها مشيخة، يعني مو طيبة تصير. فالسبيناغ نفس الشي. انا بالبداية من يصير مثلا 750 بألف اشتري مثلا، اشتري كمية وافرزها. وهنا راح اكمل الماعين وياكم. بنات قالوا تحبون مرقة الشجر؟ والله انا احبها كلش طيبة هي، بس عندي جهالي ما يحبوها، يعني ياكلون بس المي، ومرات همين ما ياكلون، يخلون ويا التمن. يعني مثلا عندي مرقة بالثلاجة احميلهم اياه، او يخلون وياها دبس، لان انا عندي جهالي ما يحبون اللبن، فياكلون ويا التمن دبس. وهنا أنا كملت الماعين وقاع اغسل السنقي. واكيد ويانا اللول بطريقنا. شلونكم بنات بهاي المطرة الكبيرة هاي؟ بقت يومين الحمد لله والشكر، هي خير وبركة ورزق. بس شنو خطية جهال، يعني روحتهم للمدرسة مثلا، اللي ما عنده خط مثلا المدرسة بالمنطقة ويروح مشي وهذا تأذى.
اي، فأنا جهالي يروحون المشي مدرستهم قريبة فتأذوا، يعني يجون ملابسهم طين، أحذيتهم تكرمون. وهنا من بعد الماعين هم أكيد لازم الطباخ بعد السبيناغ والغدا والهوسة، فلازم تنظيفة زينة. هنا رشيت عليه مذيب دهون وبديت أجلفه. أنا دائما إيدي بيه، يعني يومية، أما ورا الغدا أما ورا العشاء أخلي له رشة خفيفة من مزيل الدهون. أي يعني ما يتراكم عليه دهون، إذا يوم واحد يعني تنسيله وتتكاسلين عنه بعد يصير مشكلة. وهنا أنا راح أكمل غسل الماعين، عفوا هاي سحقة، جلف الطباخ. أتمنى تشتركون بقناتي وتخلوا لي اللايك، وأريد تعليق حلو مثلكم حتى تسووا لي واهس، يعني أنزل إذا حبيتوني كتبوا لي بالتعليقات حتى أنزل لكم بين يوم ويوم، كل يومين فيديو. وهنا قاع أوخر عنا الزاهي والمنظف بالخاولي، وكل ما يعني كل مسحة أغسل الخاولي وأعصره وأرجع أنشفه مرة اللخ، تصير لمعة كلش قوية ما شاء الله. هسه راح تشوفوا، شوفوا شلون يخبل، صارت لمعة. أكيد هسه بوجبة العشاء هم يرجع يدهن، بس شو تسوي يعني أحسن ما نخليه يتراكم عليه دهون. هنا كملت الطباخ وكملت السينك والماعين. راحة نفسية والله العظيم لما السينك يعني ينغسل ويتنشف ويتلمع، والطباخ يعني تحسين نفسك هواية انجزتي شغل. وهنا سويت العشاء، احنا يوميا عشان نواشف يعني بنحب ناكل تمن ومرق بالليل. كبة بوتيتا مسلوقة ومحموسة ويا البصل، باذنجان قلي، وزلاطة الخس والشوانذار تجنن كلش طيبة. وهاي هنا برأس السنة الكيكات، ومع ألف سلامة، باي باي. وهنا هذا السبيناغ اللي يعني ورا ما برد وخليته بأكياس التفريز، أو خليته بذني الأكياس، صار عندي تقريبا 4 أكياس كبار، يعني 4 طبخات. هو صح كمية كبيرة بس يذبل، يعني أثناء السلق يذبل، فصار عندي 4 طبخات كبار. خير من الله وبركة، مع السلامة.